السلام عليكم، وان شاء الله تكونوا بخير. عندي اكثر من سنتين وانا نلاحظ في عضة دوك. انت الهضره هذه اللي غادي نهضرها لك دير عليا ما ديرش عليا، الامر يرجع ليك. انا غادي نعطيك قناعاتي الخاصه، ما لاحظته منذ اكثر من سنتين. اي انسان يبغي يطلع صفحه ولا يطلع قناه عنده جوج اختيارات، خاصه هادو اللي ماشي جزائريين. نهضر على اللي ماشي جزائريين، يا يمدح الجزائر وشعبها وشا كاين فيها وكاع، يا يسب الجزائر وشعبها وشا كاين فيها. لقاو نقطة الضعف تاعنا وهي تلك الحساسية المفرطة. نبغوا هذاك اللي يشكرنا ونهاجموا هذاك اللي يسبنا. هذه نقطة الضعف يا إخوة والأخوات، لازم ننتبهوا ليها. هذه الفرفارة الزائدة. وبالمناسبة يشهد الله أني راسلت أستاذ علم الاجتماع منذ أكثر من سنة، أستاذ نور الدين بكيس، أستاذ علم الاجتماع. راسلته في الخاص وحكيت له على الموضوع وقال لي إن شاء الله راح نتناول هذا الموضوع، وما زال عندي كابتو. المهم اخوة الاخوات، لازم ننتبهوا لهذه النقطة. انا مانيش نقول لك اي واحد يجي يشكرنا لازم نهاجموه ونسبوه، لا. لقيت انسان يهضر على الجزائر يشكر فيها وما على باليش، تفرج وفوت. ما تتفاعل، ما دير لا اعجبني، لا دير له قلب، لا دير له تعليق، لا يزال. وما ادراك انه هذا الانسان اللي راه يشكر فيك اليوم غدوه تولي عنده مليون متابع ويدور عليك. هكا باش ما يجونيش الناس هذوك يقولك حاسده، راكم حاسدين انتوما موسوسين. لا لا، ماني حاسده، ماني موسوس. ما انا ماني نقول لك لا سبه لا طيح لا لا والو. تفرج، ما تعلق، ما تتفاعل. هذيك الفرفرات ضبطها شويه، لانه لقاوها نقطه ضعف لاختراقنا. اي واحد يبغي يخترق الجزائريين يروح يشكرهم، يولوا يبغوا يحطوا فوق رسالهم على نياتهم مساكين. واي واحد يبغي يطلع الصفحه تاعه يروح يسب الجزائريين، كيما هذو الجرذان هذو، كيما هذاك الجرذ اليماني اسعد الشرعي، والجرذ المصري عماد فواز، وصغير الحلوف اخنوس او ابرنوس. لقاو هذه النقطه الضعف، قال لك بلي هذا الشعب عنده تلك الحساسيه المفرطه، نروحوا نخربوا فيه باش نزيدوا التفاعل لصفحاتنا وقنواتنا. اخوة الاخوات، ريح مع راسك شويه وضبط لي الفلفله تاعك. ماشي اي واحد تلقاه يشكر فينا تروح تتفاعل معه، وماشي اي واحد تلقاه يسب فينا تروح له التعليقات ولا راك راجل طلعني معاك في اللايف. الا هذا موش حل، هذا ماهوش حل. السب في التعليقات واغضباني وانعكاني وطلعني معاك في اللايف ماهيش حل، ماهيش حل. الحل هو فتح مجموعات. الجزيرة فيها 45 مليون ما شاء الله، ملايين من الجزائريين ما يبغوش على بلادهم وما يبغوش على دينهم. فتح مجموعات للسينيال، كل مجموعة فيها 5000 10000 20000، ويكون كاين تنسيق بين المجموعات، بين ادمين هذه المجموعة وادمين هذه المجموعة وادمين هذه المجموعة. تنسيق. قال راه كاين واحد جهد مرتزق يسب في الاسلام ولا يسب في الجزائر، جيبه تشوف هنا، حط البروفيل تاعه تشوف، تكون هجمه موحده. هذا الناس ما تنفعش معاه من الهضره، تهضر معاه ولا ترد عليه ولا والله مو سامع بك. السينيال ثم السينيال، كاش حل واحد اخر. وبالنسبه للجماعه العلمان المنبطعين هادو اللي كاع نهارهم يستهزئوا بالحجاب وبالاسلام وبالجوامع ومنا ومنا، العام اللي فات درنا لكم ديزابوني تافهه، ما بغيتوش تنعلوا الشيطان، عطيناكم مهله خاطر حتى نردوا عليكم، نديروا لكم فيديوهات نردوا عليكم، ما بغيتوش تنعلوا الشيطان. اما العام هذا ان شاء الله السينيال، نجيب البروفيل تاعك نحطك في جروب، والهجوم والهجوم، ما نعلق لك، ما نسبك، ما نروح لك للبريفي نقول لك ان نتلاقى بك ندير لك، لا 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 لا. فيقوا يا ايها الجزائريين، فيقوا. هذه نقطة الضعف ما لازمش تبقى عندنا. الحساسية المفرطة، وانا نهضر معاك من قلب. الحساسية المفرطة هذه تاع اي انسان يجي يشكرنا نروح نديرو فوق راسنا بارك الله فيك شكرا نحبك في الله، لا ما كان لا نحبك في الله لا والو. هذا يسموه فضاء افتراضي، ما على بالك لا اصل السيد هذا لا فصلوه. باغي تقول لها بارك الله فيك قولها في دارك ولا قولها في قلبك، اما تكتبها لها في تعليق ما تكتبهاش. ما دير له لا قلب لا جام لا محزنون. تفرجت قول بارك الله فيك وفوت، ما تتفاعلش مع المنشورات. ولقيت واحد يسب
نفس الشيء، ما تدخل تسبه في التعليقات، ما تقول له الا انت راجل طلعني في اللايف، لا تروح له للبريفي تسبه وتطيح له، لا والو، لا اغضبني لا اضحكني. جيب البروفيل تاعه، قال راه كاين واحد كذا كذا كذا، حطوه في الجروب ويتكفلوا به الأطباء والممرضين، لأنه من أعياه داؤه فعندنا دواؤه. السلام عليكم.